تخيل حضرتك تبقى مهندس معماري محترم ويطلب منك تصميم متحف لأهم وأقدم حضارة على وجه الأرض، والموقع كمان فين؟ ده جنب أهرامات الجيزة. طبعا أنت مش هتصدق نفسك وهتقول مش معقول، مستحيل. فزميلك اللي مش فاهم حاجة في أي اتجاه يقول لك مفيش حاجة اسمها مستحيل. تقوم تقول له يعني ايه؟ احنا فراعنة، وربنا ادانا قوة وصحة ما اداهاش لأي ناس في العالم كله. يا سلام. في حد في الدنيا بنى هرم؟ لا. احنا بنينا 3 بقوة صحتنا. فتبدأ تسأله طب يا ترى الكونسبت هيبقى إيه؟ هنعمل مثلا المبنى على شكل هرم ولا جعران ولا نعمله على شكل جريان النيل؟ نعم يا اخويا. والمبنى هيبقى مودرن ولا كلاسيك ولا بوست مودرن ميكس حلو كده؟ وايه كمان؟ قول، كلامك حكم. والاهرامات اللي جنبنا دي ما هو مش ممكن المبنى بتاعنا يغطي عليها، ولا نعمله يتكامل معاها، ولا ندفنه تحت الارض خالص زي توسعة متحف اللوفر كده. صحيح، اللي ما شافش حلقة متحف اللوفر يروح يتفرج عليها. تعالى هنا، تروح فين؟ انا اصلا ما عملتش حلقة عن متحف اللوفر لسه. خلينا نكمل. الخلاصة يا عزيزي المحترم ان كل الاسئلة دي هي اللي اي معماري بيسألها لنفسه عند تصميم متحف للحضارة المصرية القديمة، وخصوصا لو موقعه كمان جنب الاهرامات. طب ايه الحكاية؟ وهل المتحف المصري الكبير يستاهل كل الضجة اللي معمولة عليه حاليا؟ وايه اجابة السؤال الازلي؟ مين بطل القصة؟ الاثار ولا المبنى اللي بيحوي الاثار؟ تعالوا سوا نحكي حكاية مبنى المتحف المصري الكبير او The Grand Egyptian Museum في مصر.